ليه بتكتب قايمة؟ عشان ما دفعتش مهر؟ ولا عشان ده عرف؟ ولا عشان بنت عمها وبنت خالتها وبنت خال عمتها وبنت جارتنا وبنت صاحبتنا وفلانة جالها وفلانة ما جالهاش وفلانة عملت وفلانة ما عملتش؟ ولا عشان ده حق وليا؟ ولا عشان ايه بالظبط؟ انت بتكتب قايمة ليه؟ عشان انت ما دفعتش مهر. انت ما دفعتش مهر. الدين والشرع بيقول انت بتجهز بيتك على حسب احتياجاتك وتروح تدفع لهم مهر. يا فلان انا عايز بنتك، عايز اتجوزها. طب احنا عايزين مهر قد كده يا ابني، والله انا مقدرتي كذا، فاتفقنا طب انا هدفع قد كده. تمام. لكن ده مش بيحصل عندنا. اللي بيحصل عندنا انت بتروح تقدم للعروسة، يقول لك احنا عايزين دهب ب100,000 جنيه، وعايزين منك 3 اوض، وعايزين منك كذا وكذا وكذا. هما بيجهزوا الباقي، وفي المقابل يقول لك انت هتكتب كل اللي انت جبته ده. ليه يا عم؟ قال لا ما احنا مجهزين معاك. طيب انت مجهز معايا، انت مجهز معايا علشان انت مش عاجبك الحاجة اللي انا هجيبها. انا مقدرتي ان انا اجهز شقتي باللي انا محتاجه. انا معايا 100,000 200,000، رحت جهزت بيهم الشقة. بس انت مش عاجبك كده، انت عايز تجيب اجهزة على مزاجك. اوكي مفيش مشكلة، براحتك. انت جبت حاجات ب100 ب200 ب300، اكتبهم باسم بنتك. لكن حاجتي انا بتتكتب ليه في القايمة؟ انا بديها حاجتي وبعد كده بمضي عليها ان انا امين عليها، بقى وصل امانة. ليه؟ عشان انت يا ابني ما دفعتش مهر. طيب ما انا جايب دهب ب100,000 جنيه. قال لا، دي حقها، دي هدية. هدية ازاي؟ شبكتها، وانت مش هتجيب لها شبكة؟ طيب ماشي، انا اجيب لها شبكة. ما قدرت ان انا اجيب لها شبكة، دبلة وخاتم، وهدفع 100,000 جنيه مهر. تاخد ال100,000 تجيب بيهم دهب، ما تجيبش بيهم، هي حرة وانت حر. وما قدرت ان انا اجهز شقتي بواحد اتنين تلاتة وشكرا. لا انا جاهز معاك، حاضر جاهز معايا، مفيش مشكلة، واللي انت هتجيبه انا همضي عليه على سبيل الامانة لان ده ملكها فعليا. لكن حاجتي انا تتكتب ليه؟ ما تتكتبش يا حبيبي. حاجتك انت ما تتكتبش. ليه؟ لان دي ملكك انت، مش ملكها هي. اللي هي المفروض تملكه منك انت هو الذهب. وما يتكتبش في قايمة، ما يتكتبش عليك امانة. ده ذهب ملكها، ده مهر، فيتكتب في القسيمة ان هو مهر. وتاخده تلبسه، تبيعه، تديه لابوها، تديه لاي حد، مالكش دعوة بيه. مالكش دعوة، ما يخصكش، لان ده مهرها. القايمة في الاساس عرف يهودي. عرف يهودي ليه؟ لان احنا زمان كنا ماشيين على الشرع زي ما الدين بيقول. العريس بيجهز شقته زي ما هو عايز او مسكنه زي ما هو عايز، وبيجي يدفع المهر وياخد البنت وشكرا، سلام عليكم. طب فين حق الولية اللي بيقولوا عليه النهارده؟ قال لا، ما في مهر. ايوه في مهر، وفي نفقة عدة ونفقة متعة. ايوه، بعد ما لو حصل انفصال، دي حقوقها الشرعية. طب ايه القايمة دي؟ عرف يهودي. طب ازاي؟ اليهود زمان كانوا بيجهزوا مع العريس النص، فيقول له يا ابني انا دفعت، حاضر. دي حق بنتي، حاضر، هيكتبه لها، حاضر. وكانوا بيكتبوا حاجتها فقط اللي هي جت، مش حاجتها وحاجته، عشان نبقى واضحين. لكن احنا بنحب نجود، احنا مصريين بنحب نجود. فكل سنة بعد سنة بعد سنة كل واحد يزود حتة، لغاية ما بقى النهاردة الشاب بيروح يتقدم للبنت، جايب شقة صارف عليها دم قلبه، جايب خشب، جايب سجاد، جايب ستاير، جايب نجف، جايب اي حاجة اللي جايبه في شقته. انا هاخد كل ده لبنتي. ليه يا عم؟ ملكها. طب ملكها ازاي؟ هو انت اديتني مهر؟ طب والذهب ده شبكتها. طب ما هي شبكتها دي مهر. لا 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 لا، دي هدية. حاضر، وهكتبها عليك في القايمة جرامات. ليه يا عم؟ قال لا ما هو حقها، اما تاخده تبيعه ماشي وانا ماضي عليه. انا خدت منك دهب ب50,000 مع ان انا اللي جايبهم، انا اللي دافعهم، وخدتهم امانة، فمضيت لك عليهم امانة، مضيت ال50,000 امانة. تمام. تقول لي لا لا لا، اصل الدهب سعره بيغير، انت خدتهم النهارده ب50,000 بكره يبقوا ب1,000,000. ما انا اللي دافعهم برضو. خلاص انا موافق، اكتبهم لي جرامات، بس في القسيمة مهر.
في القسيمة. بصوا يا جماعة، القايمة هي أكتر حاجة خربت البيوت في مصر. ليه؟ لأن ده سلاح في إيد الست رابطة بيه رقبة الراجل. ما يجي يقول لها أنت بتعملي إيه؟ أقول لك إيه؟ مش عاجبك؟ طلقني. يا بنتي الجواز مش كده، العشرة مش كده. ديننا بيقول إن أنت عليك حقوق لجوزك. ده ربنا سبحانه وتعالى حدد شرط لدخولك الجنة لو عملت 4 أشياء، منهم حسن تبعولك لزوجك. ده سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لو قال بالحرف: أنا لو أقدر أمر الناس إن هم يسجدوا لغير ربنا هأمر الست إن هي تسجد لزوجها. معنى كده إيه؟ إن العلاقة الزوجية في الدين بتاعنا حاجة مقدسة جدا، لكن النهاردة ندية راس براس. ليه؟ علشان هي مضيعة على وصل أمانة، عارفة إنه ممعوش يدفعوا فبتهددوا بيه. ألبس زي ما أنا عايزة، أخرج زي ما أنا عايزة، أعصاك زي ما أنا عايزة، وإلا كده أروح أسجنك. والقانون بيساعد بكده. القانون إحنا عندنا مجموعة مشرعين فاهمين كويس أوي اللي بيعملوه، بس مش فاهم بيعملوا كده ليه بصراحة. بس هرجع وأقول هم في موضوع القايمة بالذات مالهمش ذنب. ما هو أنا اللي مضيت على نفسي، أنت اللي مضيت على نفسك، أنت رحت مضيت إيصال أمانة على نفسك، استحمل. عامة حكم الشرع في القايمة مفهوش حاجة. ليه؟ الشرع مش هيقولك ده حرام، لأن أنت اللي مضيت، أنت اللي أقريت بنفسك إن ده حقها ملكها. عموما احنا قلنا زمان بقالنا سنين بنتكلم في الموضوع ده، بس النهارده بدأ الشيوخ يتكلموا، وهسيب لكم حتة كده تتفرجوا عليها. خلي بالكم، القايمة مش حق الست، القايمة حبل انت بتربطه على رقبتك، القايمة انت اللي بتهدد بيه نفسك. خلي بالك، جهز شقتك على قد ما تقدر، ولو هي عايزة تساعد معاك او اهلها عايزين يساعدوا معاك ماشي، مفيش مشكلة عندي، هاتوا اللي تجيبوه وهمضلكوا على اللي انتوا جبتوه. فقط عاجبكوا شقتي بتجهيزها زي ما انا عاملها، اهلا وسهلا. مش عاجبكوا وعايزين تجيبوا برضو اهلا وسهلا، بس انا همضي على اللي انتوا جايبينه لان ده حقكم. دي الفلوس اللي انتوا دفعتوها، انا همضي لكم على الفلوس اللي انتوا دفعتوها. اكتر من كده لا. الذهب اللي انت جبته ده مهر يتكتب في قسيمة الزواج، سواء جهزت شقتك بالكامل او هي جهزت معاك، ده مهر يتكتب في قسيمة الزواج ان هو مهر. تمام؟ اعرفوا اللي ليكوا واللي عليكوا عشان تعرفوا تعيشوا، لان انتوا كده بتدمروا نفسكم، انتوا كده بتحطوا حبل حوالين رقبتكم وبتخلوا نفسكم الجواز بالنسبة لكم ده مجرد متعة مؤقتة، مش بيت ولا أسرة ولا مستقبل. حضرتك تفرش بيتك كله، وفي المقابل هي لو جابت حاجه ينكتب لها بيها انها جابت الحاجات دي لانها جايباها من بيت ابوها، لكن الحاجه اللي انت جايبها في بيتك ما انتش ملزم تكتبها لا في قايمه ولا في غير قايمه. يعني لو هم طلبوا منك ده حقك جدا ان انت ترفض وتقول لهم انا اللي جايبه في بيتي، وبنتكم ليها عندي المهر اللي انا هقدر اجيبه اللي انتوا هتطلبوه مني. المهر اللي هو ايه؟ الشبكه الذهب اللي بيجي مقدم بالاضافه للمؤخر، الاثنين دول كده مع بعض اسمهم ايه؟ اسمهم مهر. خلوا بالكم اللي انتوا بتعملوه في نفسكم. سلام.